عارفين كولونيل ساندرز اللي أسس كنتاكي اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنه كأنه نوع من انواع التوكسيك ريليشن شيب. طب انتوا عارفين ان ساندرز أسس كنتاكي وهو عنده 65 سنة؟ يعني هو عايش 65 سنة حياته طبيعي، وبدأ النجاح اللي غير حياته وغير حياة ملايين بعد 65 سنة. طب تعالى أسألك سؤال، أسلوب حياتك اللي انت عايشه انت راضي عنه، ولا في حاجات بتبقى دايما محتاج تغيرها وتبدأ خطوة وخطوتين وبعدين توقف تقول لا هي مش ظابطة أنا مش عارف أغير؟ أنا هقولك كام حاجة واقعية علشان ساعات انت بتضحك على نفسك ان انت ما تقدرش تغير في نفسك حاجة، او ان انت ما تقدرش تعمل الحاجة الفلانية علشان خلاص ده مش عارف وجربت كتير ومش عارف توصل لحاجة زي كده. اول حاجه مفيش حاجه اسمها انا كبرت وخلاص انا المفروض كنت اغير في نفسي من زمان او اغير اللايف ستايل بتاعي، بس انا خلاص وصلت لمرحله لا سني كبر. هو ولا علميا ولا عمليا في حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ان انت لما تكبر لسن اكتر ان انت قدرتك على التغيير او قدرتك ان انت تدخل حاجه جديده في حياتك مش موجوده. بالعكس انت قدرتك هي بس احنا اللي بنبقى طاقتنا كل مادة من كتر الأحداث الكتير اللي بتحصل في حياتنا بتبقى مش بنفس الحماس أو الحافز. فلو انت فعلا حطيت جواك الحافز ان انا لا انا هغير في نفسي الحاجة دي او انا هغير اللايف ستايل بتاعي مهما كان سنك، صدقني هتغيره. واكبر دليل كولونيل ساندرز. تاني حاجة وهي عاداتك اللي بتعملها في اليوم او روتينك اليومي بمعنى اصح، ودي شخصيا انا مجربة حاجة زي كده. لو انت يومك ان انت بتروح الشغل بترجع تعبان بتنام تصحى تاني يوم على الشغل، ما تستناش اي جديد ولا اي تغيير يحصل في حياتك، وما تقولش اصلا انا ببقى راجع تعبان مش قادر اعمل اي حاجة. طب ما انت مثلا حياتك كلها شغل، او انت لو انت في دراسة انت هتقعد سنين كذا سنة في دراسة، هل معناها ان انت هتضيع السنين الشغل او هتضيع حياتك في ان انت بس بتريح او ان انت مش قادر؟ طب ما انت لازم تبقى فاهم ان انت قدرتك تقدر تعمل اكتر من كده، بس انت اللي بتختار ان انت ما تعملش. لكن لو انت بتقرر انا هقسم يومي ان انا هخلص حاجتي سواء مثلا شغلي او دراستي او ايا كان الحاجات اللي ورايا، وانزل جيم او ان انا اعمل رياضة بسيطة اخد بالي من صحتي، او ان انا اقعد مع اهلي، او ان انا اعمل هواية معينة انا بحبها، او اطور من نفسي في جزء معين، صدقني ساعتها انت اللايف ستايل بتاعك هو اللي هيتحدد بقراراتك اللي انت بتعملها اليومية. وما تقولش دي قرارات بسيطة يومي مش هيتحدد على ده، لا يومك بيتحدد على ده. تالت حاجة في جملة شهيرة قوي وهي you are what you eat. الجملة دي أول مرة قريتها فضلت واقفة عندها شوية، هو يعني ايه you are what you eat؟ يعني ايه انا الحاجة اللي انا باكلها؟ هي فعلا انت الحاجة اللي انت بتاكلها. يمكن انت مش مستوعب حاجة زي دي، بس انا شخصيا جربتها في حياتي في حاجات كتير قوي من الناحية دي. الوقت اللي انت بتاخد بالك من صحتك بتاكل الحاجات اللي ما تخليش طاقتك دايما انت عندك خمول مش قادر انت تعبان، بتفرق جدا في انتاجيتك في اليوم، بتفرق جدا حتى في حماسك ان انت تعمل اي حاجة انت عايز تعملها في يومك. فخد بالك قوي من الحاجات اللي انت بتاكلها، حاول ما تزودش من الفاست فود او من الحاجات اللي مش ليها اي فايدة، وزود من الحاجات اللي تزود من طاقتك في اليوم. رابع حاجة ودي هفضل دايما اتكلم عنها وهي السوشيال ميديا، او ببساطة السوشيال بريشر عامة. لما انت تشوف حد حياته جميلة او حياته عجباك فتقول ايه انا عايزة اتغير ابقى زي الشخص ده، فببساطة تبدأ تحاول تبقى زيه مش عارف لان دي حياته مش هتكون حياتك، فتبدأ تغير لا انا عايز ابقى الشخص التاني ده والشخص التالت ده، ومش عارف توصل ولا تتغير تبقى شبه اي حد عشان انت شايف ان حياتهم بيرفكت فانت عايز حياتك تبقى بيرفكت. بليز ما تعملش حاجة زي كده، لان صدقني كل واحد حياته مرسومة ومتفصلة ليه هو بس. حاول تركز انت ايه الحاجات اللي تقدر ان انت تنجح فيها، ايه الحاجات الحلوة اللي انت تقدر ان انت تعملها، وايه الحاجات اللي تقدر ان انت تغيرها. ركز عليك انت بس، هتنبهر من كم الحاجات اللي انت هتلاقيها في نفسك حلوة لو انت ركزت على نفسك وبس. في حاجة أخيرة عايزة أقولها لك وهي إن إحنا أوقات كتير بنقنع نفسنا إن إحنا محشورين في حتة ومش عارفين نخرج منها غصب عننا.
بس هو ما بيكونش غصب عننا، هو احنا اللي بنبقى عايزين نفضل في المكان ده عشان هو الكومفورت زون بتاعنا، او هو الحاجة اللي مش هتخلينا نبذل مجهود. بس جرب ابذل مجهود، غير لايف ستايل بتاعك، غيره للاحسن، غير الحاجات اللي انت عارف بينك وبين نفسك ان هي مرجعاك ومأخراك لورا. على فكرة الحاجات دي ممكن تكون مادية، ممكن تكون في شخصيتك، في تعاملاتك، في اللي حواليك. ابدأ حتى لو الموضوع كان صعب في الأول، بس صدقني بعدها هتتعود، واللايف ستايل بتاعك اللي انت بتعمله اليومي هو اللي هيحدد حياتك وقراراتك عاملة ازاي. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.